الرسالة دي أنا بوجهها لكل الشباب في مصر اللي بيكافحوا في الحياة دي، بيدرسوا ويتعلموا في المدارس والجامعات، أو اللي بيحاولوا يتعلموا حرفة أو صنعة تنفعهم في المستقبل. اوعى يجيلكم إحباط، اوعى يجيلكم إحباط من اللي بتشوفوه من مهازل ومساخر على السوشيال ميديا. صعاليق السوشيال ميديا اللي بقوا متواجدين بيقدموا محتوى في منتهى البذاءة والسوء. بنشوف واحدة طالعة تقعد في المطبخ بتاعها وجايبة ابنها الطفل الصغير بمنتهى البراءة والسذاجة، بتنقل حياة بيتها وحياتها الخاصة وبتستغل براءة الطفل واديله ادي، وتقعد تتخانق بعد كده مع جوزها ويركبوا ترند. وواحدة تانية تجيب جوزها ويقعدوا يرقصوا في المطبخ أو هما بيغسلوا الغسيل بتاع بيتهم. وأشكال كتيرة جدا من الصعاليق اللي بقى السوشيال ميديا بتدفع لهم ملايين الدولارات. الناس دول خطر وسوس بينحر في الوعي وثقافة المواطن المصري. انتوا اللي عملتوا من الناس دي قيمة، انتوا اللي عملتوا فولو ولايك لناس بتقدم محتوى رخيص ومتدني. انتوا اللي خليتوا الناس دي يبقى ليهم ناس بتجري وراهم، من موزعين، من شركات اعلان، من شركات منتجات. عملتوا من التفاهة تمن. للأسف الناس دي بتدمر المجتمع وبتدمر الوطن. كلنا اتخلقنا وجينا الدنيا علشان نعمر ونبني، نتعلم ونعلم، يبقى لينا قيمة ولينا إضافة في الحياة بتفيد المجتمعات وبتفيد البشرية، من اختراعات، من اكتشافات، من علم نسيبه الأجيال جاية بعدينا. إنما الجري والسعي ورا المادة بالتدني والرخص ده اسمه انحطاط. الصعاليق دول تصدروا المشهد للأسف الشديد، وبينذروا بناقوس خطر هيهدد البلد. وأول خطوات الإصلاح اللي لازم كلنا نعملها إن اللي عامل لايك للناس دي يخرج من صفحاتهم، يخرج من التفاهة والرخص والتدني اللي بيقدموه. إحنا اللي عملنا قيمة للصعاليق. فوقوا واحفظوا عمركم وشبابكم وحياتكم. أنا بقول ده علشان خايف على مستقبل البلد دي، خايف على شعبها، خايف على الوعي الجمعي، لأن تدمير التعليم وتدمير ثقافة الشعب وتصدر الصعاليق للمشهد هو تدمير للوطن. أرجوكم فوقوا قبل فوات الأوان.